صباح الخير. انا جيت ليه ولادك بيقولوا حاجات ما حصلتش، او بيقولوا انك عملت حاجات او الطريقه كانت سيئه وانت كانت كل نيتك انك تكون كويس معاهم؟ بكل بساطه الاطفال بيحسوا المشاعر، هما مش سامعين كلامك. بمعنى لما يكون في اطفال وهم لسه صغيرين جدا، هم لسه مش مدركين الكلام، هم بيتعلموا الكلام، بس لغتهم الأولى بتكون المشاعر. بالتالي اللغة الأولى اللي هم بيفهموها المشاعر. لما احنا كمجتمع نكون عندنا المشاعر دي آخر حاجة بنفكر فيها، ازاي نكبتها، ازاي نسيطر عليها، ازاي لا انا ما ينفعش احس بمشاعري عشان ما يتقالش ان ده ضعف ولا هرمونات ولا انت مالك ما تنشف شويه. ما ينفعش ان احنا نعترف بمشاعرنا، فبالتالي بنفضل كابتنة. مين اللي بيحس بيها؟ الطفل. بمعنى انا جه جه مثلا طفل بيقول لي اعملي لي الحاجه الفلانيه، وانا قلت له مش دلوقتي، بس انا ما خدتش بالي ان الكلام بيمثل نسبة قليلة جدا من التواصل. في لغة جسد، في مشاعر بتوصل، في تفاصيل في الوش بيكون الطفل ده كله باصص لها. الطفل مش بيسمع كلامنا قد ما بيكون حاسس مشاعرنا. مش دلوقتي، روح. هو هنا حس بايه؟ اه، ماما مش متضايقة مني، اصل هي خلاص هي رفضتني. ماما مش بتزعقلي عشان ابعد عن الحاجة اللي بتضرني، ماما بتغضب عليا لو اتصرفت بطريقة غير اللي هي عايزاها. بالتالي هو هنا بيسجل حاجة مختلفة تماما عن اللي انت قلتيه. نيجي بقى بعد سنين تلاقي هما ليه متضايقين كده، ده هما ليه بقى على طول بعاد عني، او هما ليه دلوقتي بنشوف كتير من الجيل ده. لا لا لا، الجيل ده صعب. هما الجيل ده شالوا مشاعر الجيل القديم. من الاخر سوري، بس الجيل ده حرفيا شال الحاجات اللي الجيل اللي قبل كده كان دافنها وعامل نفسه مش واخد باله منها. فبكل بساطة هو بس المشاعر دي هو بقى حاسسها. يعني اللي احنا تغاضينا عن تنظيفه زمان، الجيل ده هو اللي بيواجهه. اللي احنا تعاملنا ان هو مش موجود زمان، الجيل ده هو اللي بيواجهه. فهو بكل بساطة هو بيمثل مشاعرك. يعني ما هو اصل هو مش جايبها من بره، يعني ما هو يا الام يا الاب، العيلة، فهي مشاعر العيلة. فهو الطفل جايب مشاعره منين؟ من العيلة. وطبعا يعني لو في اصدقاء او في حاجات بره، بس الاساس بتكون الاب والام والعيلة. بالتالي هو ليه بيعمل كده؟ ممكن نشوف مشاعرنا احنا الاول، ممكن نشوف ادينا الطفل ده ايه. الطفل بيسمع وبيحس، كائن شعوري. بالتالي ما ينفعش ان انا اجي اقول انا اديتهم كل حاجه، ده عملت جميل. كنت بديها بحب، كنت بديها بحضن، كنت بحسسهم بامان، كنت بحسسهم بحنيه، كنت بحسسهم بده كله. لا، هم ما وصل لهمش حب، هم وصل لهم تصرفات. فبالتالي هم لما كبروا بقوا بيعملوا ايه؟ تصرفات. هم ما انا جبت لك الحاجه الفلانيه، هو بيكلمني كده ليه؟ ده انا عملت له كل حاجه. كتير بنسمع الحاجات دي. هم على طول فشله. لا، بالراحه. احنا بس كنا كابتين مشاعرنا وبدات تطلع على السطح. يعني كاننا حرفيا جه الوقت ان احنا نواجه مشاعرنا ونواجه الحاجات اللي احنا دفنينها ورمينها. هو بكل بساطه مشاعرك قدامك. فالحاجات ده انا عايزهم يبقوا احسن ناس في الدنيا، عشان كده بزعق لهم على الدرجه اللي نقصوها. الدرجه اللي نقصوها دي بنت عندهم مثاليات وانطوائيه وعدم شعور بالامان، وممكن توصلهم اللي بعد كده لعدم نجاح. هنفصل الحاجات دي كتير بعد كده، بس دي كانت اكتر حاجه بسمعها مؤخرا. الجيل ده ومفيش وما بيعملوش كده ليه؟ ده انا اديتهم كل حاجه، ده انا عملت عشانهم حاجات كتيره قوي. تاني، ده مش مبرر للجيل ده ان هو مش كوني بتكلم من الصبح على الاهالي، مش مبرر للجيل ده ان هو يبقى فاسد، ولا ان هو اصل ما هم بقى اللي ما ادونيش حب فانا هروح ابهدل الدنيا. لا، عليكم انفسكم. هنتحاسب فرادى، محدش هيتحاسب عن حد.
هم عملوا كده ماشي، ده مستوى وعيهم، كتر خيرهم، شكرا ليهم ان هم ادونا احسن حاجه يقدروا عليها. تمام. وناخد بالنا ان قبل كده ما كانش فيه علم نفس، وما كانش فيه وعي شعوري، وما كانش فيه حاجات كتيره جدا يقدروا ان هم يتعاملوا بيها. فبالتالي جزئيه الوعي الشعوري وجزئيه علم النفس والصدمات النفسيه واللايف كوتشنج والتربيه الايجابيه والحاجات دي كلها واسس التربيه السليمه، دي كلها حاجات نقدر نقول ان هي يعني في اوجهها دلوقتي. ماشي، احنا بقينا عارفين ولسه هتتطور اكتر كمان ان شاء الله، وبقينا دلوقتي في وعي، بس ستيل هم زمان ما كانش عندهم الحاجات دي. لو جينا قلنا ان هم احنا بنلوم اهالينا ازاي ما كانوش بيبعتوا رسائل لبعض على الواتساب، هم ما كانش عندهم واتساب اصلا. فبالتالي شكرا ان هم ادوا لحد كده، بس برضو احنا هنعمل ايه؟ احنا علينا انفسنا، فاحنا هنتعامل بنفسنا. احنا اللي هنعمل ايه؟ انا هتعامل بحب ازاي؟ انا هفك صدماتي ازاي؟ انا هتعامل مع نفسي ازاي؟ انا هشوف نفسي ازاي؟ هل هحب نفسي كفايه؟ ازاي اقدر ان انا اتخطى ده؟ ازاي ان انا ابني رصيد مشاعر وحب وامان وسلام؟ نبني رصيد مشاعر عندنا كأننا بنعيد بناء الوعي الشعوري بتاعنا تاني. صباحكم فل ويومكم حلو.